هنعمل تتبيلة حلوة قوي للفراخ المقرمشة، مديالها لون مميز جدا احلى من كنتاكي، ومن غير بقى بيض ولا بقسماط. تعمليها بقى في عزومة او لولادك بجد هتعجبهم قوي. نسمي الله ونصلي على الرسول. طبعا كمية الفراخ على حسب عدد الافراد الموجود عندك. هقسم الصدر كده الى نصين. لو هتعملي نص فرخة مثلا ممكن تقسميها على 4 اجزاء، او تسيبي الربع كامل. وبحطها في محلول ناقع، بيبقى عبارة عن معلقة سكر ومعلقة ملح وليمونة كاملة، وبسيبها حوالي ساعة. وبعد كده خدتها شطفتها كويس جدا. وبعدين في الحلة المية بتغلي كده زي ما انتوا شايفين، حطيت ورق لورا وحبهان وعود قرفة وعودين قرنفل ونص جزراية وبصلاية صغيرة. يا ريت لو انت اول مرة بتشوفي قناتي ومش مشتركة تنوريني باشتراكك وتعملي لايك للفيديو ومشاركة مع اصحابك وحبايبك. هحط بقى الفرخة اللي معايا كده زي ما انتوا شايفين، واعمليها بالطريقة دي بجد هتاخدي احلى شوية شوربة، طعمها وريحتها تحفة. وخلاص اغطي عليها بقى لحد ما تستوي، ومش عايزاها سوا كامل، ما تكون ماسكة نفسها كده شوية، ما تكونش سوا كامل تكون مهرية، لا تكون ماسكة نفسها كده زي ما انت شايفة. شايفين الشوربة عاملة ازاي؟ بجد بقى ريحتها وطعمها في منتهى الجمال. وطبعا حطيت ملح، بس المقطع ده هيتمسح من عندي. حطيت معلقة صغيرة كده من الملح وهي بتستوي. شايفين الشوربة؟ كل اللي يشوفها او يشم ريحتها كده يقول مستوي فيها دكر بط بلدي، مش فراخ بيضة ابدا. شايفين الشوربة بجد تحفة. نعمل بالشوربة ديت شوية ملوخية، او نسوي بهم المحشي، بجد بتبقى تحفة. جبت كوبايتين كده من الشوربة المغلية، حطيت معلقة كبيرة من الصلصة، دوبتهم كده ومولعة طبعا البوتاجاز على المحشي، وهزيدها على طول. واخر رصة ما بغطيهاش بالشوربة عشان يبقى مفلفل وحلو. ههزها كده بسيط عشان الشوربة تنزل لتحت. واحط كده قرن فلفل غسلاه كده وقسماه من النص، بيخلي ريحة المحشي حلوة. واغطي عليها بقى ومعليه عليها البوتاجاز على اعلى درجة حرارة لحد ما يشرب، وبعد كده بهدي عليه. نعمل بقى التغليفة الحلوة للفراخ. معلقتين كبار من الدقيق، هحط معلقة كده ممسوحة من النشا، وبعدين بقى نحط التوابل، رشة بسيطة كده من الفلفل الاسود، ونص معلقة صغيرة من الكركم، وهحط ربع معلقة صغيرة من الزعفران، ده موجود عند اي عطار، بتجيب 5 جنيه ولا حاجة ولا ب10 جنيه، بيبقى شوية حلوين يعني. بيبقى يدي لون حلو قوي وبنحتاجه في المطبخ في وصفات كتير، بيدي لون اصفر كده مميز جدا. واقلب كل الخلطة دي كويس، وبعدين هنزل عليهم بالمية. احط حوالي برضو نص كوباية كده من المية، بنزل كده بالتدريج وبقلبهم بقى بشوكة او بمعلقة. عايزة الخليط ما يكونش خفيف، عايزاه يكون القوام بتاعه متماسك شوية، يعني متشابه كده لخليط الكيكة. هوريهولك دلوقتي. وحطيت طبعا مع الدقيق حطيت شوية ملح. اعملي بقى الخلطة دي للفراخ، بجد بتديلها لون حلو او قرمشة غير طبيعية، بجد تحفة، بتخلي لونها كده مميز وجميلة جدا. قلبتها بقى كده كويس، هي مش محتاجة مية تاني. وده القوام بتاعها شايفين؟ بتنزل، بس بتنزل بصعوبة مش سايلة. بالفرشة بقى، وهنغلف بقى الفراخ كده من على الجلد ومن تحت برضو، نغلفها كده طبقة حلوة كده من الخليط. بصراحة في اليوم ده كنا كلنا صايمين، فكنت بعملها قبل المغرب ما يدن، كان بحوالي 5 دقايق، يعني كان خلاص المغرب خلاص هيأذن. وانا بغلفها كده من تحت ومن فوق، كنت حاطة الزيت على البوتاجاز عشان يسخن. المهم نغلفها كويس اوي كده بطبقة حلوة كده من الخليط بالشكل ده كده.
طبعا الزيت سخن معايا كده زي ما انت شايفة، وهنزل كده بالفراخ على طول، ونحمرها كويس قوي من اليمتين. اول ما تغلفي الفراخ بالتتبيلة حمريها على طول، ما تركنيهاش. اهم حاجة ننزلها على الزيت وهو يكون ساخن جدا. شايفين واخدة لون حلو قوي، وقرمشة بقى غير طبيعية بجد، مقرمشة احلى من كنتاكي، ومن غير بيض ولا بقسماط. بحمرها كده على الجهتين. وخلاص بقى كان المغرب هيأذن، فحبيت ان انا احطها كلها في الطاسة كده عشان تتحمر بسرعة. شايفين القرمشة بجد تحفة. والمحشي خلاص كان استوى معايا، بجد شوية محشي سكر، ريحتهم كده تحفة، طعمه عامل زي الزبدة، مفيش احلى من الكرنب الفلاحي بتاعنا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.